أنه إذا كان الأشرار يفكرون أنهم أقوياء ويستطيعوا فعل أي شيء، فالسماء أقوى. السماء أقوى. وإن كانوا يفكروا أنهم حكماء فالسماء أحكم. وإن كانوا يفكروا أنهم هم بيعملوا في الخفاء فعلم الله كلهيب نار تخترقان أسرار الظلام. عشان كده عاوز أقول قيامة الرب يسوع كشفت لنا إن كانوا الأشرار أقوياء وحكماء فالسماء أحكم وأقوى من كل البشر الذين على وجه الأرض ولا وجه المقارنة على الإطلاق. في ميلاد الرب يسوع جاء المجوس من المشرق وكانوا يبحثون عن مكان ميلاد الرب يسوع. كان النجم يذبحه، جاء في لحظة اختفى عنه. دخلوا إلى هيرودس الملك لأنهم هم كانوا أمراء. راحوا لهيرودس وسألوه أين يولد المسيح ملك اليهود؟ ملك معنى كده إن هياخد الكرسي بتاعي؟ معنى كده إن هو هياخد السلطة بتاعتي؟ معنى كده إن أنا هتشال من الملك؟ لازم أفكر، لازم أفكر تفكير الأشرار. هقول لكم نقطة بعد كده تكشف لكم حاجات أوضح. هيرودس جمع رؤساء الكهنة وقال لهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له حسب النبوات في بيت لحم. في بيت لحم. أرسلوا المجوس وخرج المجوس من عند هيرودس الملك ومشي. النجم ظهر لهم مرة ثانية ومشي قدامهم لغاية ما وقف قدام السيد المسيح وهو طفل في المسجد. هيرودس فكر واشتغل بالفكر الشرير انه كيف يتخلص من الرب يسوع، كيف يدخل الرب يسوع لكي لا ياخذ منهم كرسي، لكي لا يكون ملكا مكانه. السماء احكم واقوى. ونذهب للمجوس ما يرجعوش في نفس الطريق، يرجعوا في طريق تانية عشان ما يتقابلوش مع هيرودس. والسماء احكم واقوى. الملاك يقول ليوسف النجار خذ الصبي وامه واهرب الى مصر لان هيرودس مزمع ان يقتل الصبي. يخرج يوسف والقديسه العذراء مريم والطفل يسوع وسلوم ويطلعوا على مصر. هيرودس بيفكر انه شاطر وذكي، في ايده السلطه، في ايده القرارات، في ايده النفوذ. اصدر قرار بقتل كل الاطفال في بيت لحم من ابن سنتين فما دون اقل يعني بحسب اللي هو عرفه من النفوس. الرب يسوع لم يقتل. الكلمه اللي قلتها اقولها لكم في يوم من الايام رؤساء كهنه اليهود فكروا في قتل التلاميذ. فكروا في قتل التلاميذ لانهم اتباع المسيح، والمسيح رعب للعالم كله لان النور بيكشف اللي في الظلام. فطبعا لابد ان يكون مطلوبا. اراد رؤساء كهنه اليهود قتل التلاميذ. جه ملاك معلم الناموس في سفر الاعمال 9 قال لهم بلاش اللي انتوا بتفكروا فيه، بلاش اللي انتوا بتفكروا فيه، اتركوه. لو كان هذا المبدأ او هذا العمل من الله مش هتقدروا تنقذوه. بلاش تعملوا كده عشان ما تكونوش محبين لله. لكن اذا كان هذا المبدأ
مادة مش من السماء سوف ينتقد، كما حدث مع سوزاس وكما حدث مع يهوذا كريم. كونوا عصابات وكونوا مجموعات فقتلوا وماتوا وتبددت هذه العصابات. فالذي من السماء هو الذي يثبت، أما الذي من الأشرار لابد أنه ينتقد، لابد أنه ينتهي. قيامة الرب يسوع كشفت لنا أن الأشرار إذا استطاعوا عمل شيء سواء في الخفاء أو في الظهور فإن السماء أحكم وأقوى، والسماء لها أعين ترى ما يفعل في الظاهر. عشان كده أحبائي دايما كتابنا المقدس بيعلمنا وبيقول لنا كونوا مطمئنين ما تخافوش، كونوا مطمئنين ما تخافوش. كم مرة الكتاب المقدس يقول لكل واحد فينا لا تخف بعدد أيام السنة. يعني كل صبحية السماء بتقول لك ما تخافش، أنا مش هسيبك للأشرار. إن كان الشرير قوي أذاك أو يقدر يأذيك فثق تمام إن السماء تقدر تنقذك. يعلم الرب أن ينقذ أتقياءه من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين وعقبه. من أمثلة جميلة في الكتاب المقدس شاول الترسوسي. شاول الترسوسي كان متعصب جدا ومتزوج جدا للطائفة بتاعته. عاش في الريسي متعصب، كان يكره المسيحيين جدا وكان بيتعاقب المسيحيين في كل مكان. كان مصدر رعب للشعب المسيحي كله في كل مكان، لدرجة إنه في يوم من الأيام استصدر قرار من رؤساء لجنة اليهود بتعاقب المسلمين في دمشق. واخد قرار في جيبه وماشي رايح لدمشق عشان اضطهاد المسيحيين، وهو في الطريق يظهر له الرب يسوع ويقول له هذه الكلمات التي نضعها امام اعيننا دائما: صعب عليك ان ترفض مناجز. انت مين عشان تقف قدام ولاد ربنا؟ انت مين؟ قوتك ايه؟ نفوذك ايه؟ لا شيء امام السماء. صعب عليك ان ترفض مناجز. وضرب بالعمل، اخذوه جروه ودوه دمشق. الرب يسوع الذي فعل معه كده يكلم حنانيا يقول له اذهب الى الزقاق الذي يقال له مستقيم وهناك هتقابل واحد اسمه شاول. قال له يا رب ده انا عرفت من كثيرين ان ده بيضطهد اولادك في كل مكان وهنا نطلع قرارات علشان يضطهد اولادك. قال له ما تخافش، تحول، لأن هذا الإنسان سيكون لي إيه؟ إله مختار. اتحول من شاول المضطهد للكنيسة إلى إله مختار، عمود من أعمدة الكنيسة، فيلسوف عظيم من فلاسفة المسيحية. أحبائي، إن كان الأشرار يفكرون أنهم أذكياء فالسماء أسفل. إذا كانوا يفكرون أنهم أقوياء فالسماء أقوى. كلنا فاكرين في سفر الملوك الأول والثاني واحد اسمه نابوت اليزرعيلي كان له كرم حق، وأخذ ملك طمعان فيه، ملك السماء، ملك إسرائيل طمعان في الكرم بتاع نابوت اليزرعيلي. قال له اديني الكرم ده عشان ده جنب الأرض بتاعتي وادي لك مكانه. قال له حاشا لي من قبل الرب أن أعطيكم ميراث آبائي. أخذ من ده يوم مكتئب، روح البيت مكشر
مراته قالت له مكشر ليه؟ عندك كل حاجه تخليك تفرح، مكشر ليه؟ مكتئب ليه؟ يقول لها فلا تختاروا النابوت الإسرائيلي ما رضيش يديهولي. هو ده اللي انت عاوزه؟ ما تخافش، هجيبهولك. الشر اللي بيفكروا في الشر بيفكروا انهم اشرار. جابت انبياء البعث وقالت لهم هاتوا النابوت الإسرائيلي حطوه في الوسط واحكموا عليه ان هو جدف على الاله وعلى الملك، واحكموا عليه بالموت. دبرت المؤامره وحكم على النابوت الإسرائيلي بالموت. راح اخاب الملك، الحقل بتاع النابوت الإسرائيلي بيفكر انه خلاص هو شاطر واخذ القرن ومراته اشطر منه ودبرت المؤامره، لكن السماء بالمرصاد للاشرار. السماء بالمرصاد للاشرار. فكروا دايما في كل تصرف تتصرفوه. ربنا يبعث الي لاخاب الملك يقول له هل قتلت وورثت في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي تلحس دمك انت ايضا. ومش بس كده، من مات لاخاك في المدينه تاكله الكلاب ومن مات في الحقل تاكله طيور السماء. يدخل اخاب ملك اسرائيل في حرب ويقتل ويسيل دمه في المركبه وياخذوا المركبه يغسلوها في السامره وتاتي الكلاب وتلحس دم اخاب الملك في نفس المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي. مش بس كده، ينتهي اخاب ويجي واحد ثاني يحكم على ايزابل الملكه بالموت وتقتل. وبعد كده على اخر النهار يقول الملك يا بنت الملك ادفنوها. يروحوا عشان ياخدوها يلاقوها ايه؟ اكلتها طيور السماء ولم يتبقى فيها غير الجمجمه واليدين، كفين اليدين والرجلين، وكل بقيه الجسم اكلته طيور السماء. الكلاب لحست دم نابوت الإسرائيلي في نفس المكان الذي لحست فيه اخاب الملك دم اخاب الملك في نفس المكان الذي لحست فيه دم نابوت الإسرائيلي. والطيور اكلت ايضا ايزابل. من مات لاخاب في المدينه تاكله الكلاب ومن مات في الحقل تاكله طيور السماء. عشان كده احبائي عاوز اقول لكم قيامة الرب يسوع اعطتنا درسا ان الاشرار اذا كانوا حكماء في الشر فالسماء احكم، ان الاشرار اذا كانوا اقوياء في قراراتهم فالسماء اقوى. عشان كده السبب قيامة الرب يسوع بتطمن كل واحد فيكم بتقولكم اطمئنوا، السماء عينها عليكم مش هتسيبكم. وقالها جملة جميلة وآية جميلة: عيني عليكم من أول السنة إلى آخرها، من أول لحظة السنة إلى آخر لحظة السنة، ومن يمسكم يمس حدقة إيه؟ عينيه. يعني كونوا مطمئنين ما تخافوش. قيامة الرب يسوع كشفت لينا إن الأشرار إذا كانوا حكماء وأقوياء فالسماء أقوى وأحكم. أيضا يا أحبائي مثال جميل آخر في الكتاب المقدس في سفر استير الملكة. الملك أحشاويروس عظم واحد عنده في القيادات بتاعته اسمه هامان،
واعطاه سلطه كبيره جدا، جعله الراجل الثاني في المملكه. هامان كان رجل شرير، كان يفكر في الشر في اولاد الله، كان متضايق منهم جدا. كان من اهل السبي مردخاي اللي هو يبقى عم سيد الملكه. متضايق جدا من اهل السبي وخصوصا مردخاي، فبحكم السلطه بتاعته، حكم النفوذ بتاعه، حكم الوضع بتاعه، استطاع ان ياخذ قرارا من الملك بإبادة كل شعب الله في المملكة. إبادة كل شعب الله في المملكة، لدرجة إنه قال له أنا هدفع الفلوس. قال له خد الفلوس من المملكة. أخذ القرار في جيبه. قبليها بشوية كانوا 2 من قدام الملك دبروا مؤامرة للتخلص من الملك. عرفها مردخاي، كشف لاستير الملكة. استير وضعتها قدام الملك باسم مردخاي، والملك تحقق من هذه المؤامرة وصلب هذين الخائنين، وكتب هذه القصة في السفر بتاعه. هامان أخذ قرار بإبادة شعب الله. في نفس الليلة الملك راح منه النوم، جاب السفر ابتدى يقرا فيه، عرف انه مردخاي انقذه من الملك. قال احنا عملنا ايه للراجل ده؟ الراجل ده انقذني من الموت، عملنا له ايه؟ ولا حاجه. قالوا له ده هامان جهز خشبه في بيته، جهز خشبه في بيته عشان بكره هيصلب عليه مردخاي. مش هو واخد قرار في جيبه بإبادة شعب الله؟ شوفوا السماء عملت ايه. الملك أصدر قراره في نفس اللحظة. الخشبة اللي جهزها هامان لمردخاي يصلب عليها هامان نفسه، وصلب هامان وأنقذ شعب الله بواسطة السماء. أحبائي اطمئنوا، أنتم أولاد الله، أنتم أولاد الله. السماء عينها عليكم من أول السنة لآخرها، من أول لحظة في السنة لآخر لحظة في السنة. وزي ما قلت من شوية، اطمئنوا يا شعب مصر، فإن مصر محروسة من السماء، مصر مباركة من السماء. فقد قالت السماء عن مصر مبارك شعبي مصر. فمهما دبر الأشرار سواء في الظاهر أو في الخفاء، في الداخل أو في الخارج، لن يستطيعوا أن ينالوا شيئا من مصر، لأن مصر محروسة من السماء. نصلي إلى الرب يسوع القائم من بين الأموات أن يعطينا هذا الإيمان، الإيمان القوي الذي نعيش به في هذا العالم، نعيش مطمئنين، نعيش في سعادة، نعيش في أمان، في فرح وفي سلام.